غدانا يا اخواتي. انا عارف ان محدش هيعمل لي لايك عشان الغدا ب20 جنيه. بطاطس محمرة، بطاطس وادي فلفل مقلي، بطاطس متأمرة. وبطاطس مهروسة، لا متأمرة على وحزمة حساب. جرجير. ايه رأيكم؟ اكلنا النهاردة بجد ب20 جنيه، وجميل وعظمة. وبإذن الله بإذن الله الكل يعمله. ما تقوليش الحاجة غالية والدنيا غالية ومش هعمل أكل ولادي. أحلى أكل. جايبة البطاطس، هقولها لكم كده على طول، كيلو ونص بالعشرة. ما عملتهاش كلها. جبت حزمة جرجير ب2 جنيه. عندي الفلفل، وعملت زي ما انتم شايفين. وجبت ب10 جنيه عيش. ايه رايكم؟ حاجه كده زي السكرفايد. عندي بطاطس اقسم بالله ممكن اعملها مره بطاطس مكعبات بالصلصه للناس الهايصه. ايه رايكم؟ لايك وشير ودعوه جميله بالخير لام اسلام. انا بجيب لكم حاجات اقتصاديه وعلى قد الايد. يلا صلوا بينا على الحبيب المصطفى وتعالوا شوفوا ام اسلام عملت ايه. بس اهم حاجه حطوا اللايك وشير ودعوه جميله بالخير لام اسلام. طبعا كنت ماشيه في السوق، في ناس هتقول لك البطاطس انا جايبه كيلو ونص ب10، ناس هتقول لي ده ب 12 وب10 يا ام اسلام. اقسم بالله جايباه كيلو ونص ب10، لقيتها ب6 ونص، جبت كيلو ونص. حتى ما عملتوش كله، شلت بطاطستين في يوم اعملهم ايه، بطاطس مكعبات كده وشويه رز، يبقى انا اسمي بس اشتريتش حاجه من بره. طبعا خدت اللي يكفينا على قد الاكل عشان ما بفوتش اكل. اقطع حبه كده صوابع احمرها، وحبه اعملهم مكعبات اسلقهم. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. طبعا الصوابع قطعتها وغسلتها وحطيت على ميه وملح زي ما انتم شايفين، وابتدي اقطع المكعبات. هنا زي ما انتم شايفين قطعتها كده في الحله واغسلها غسله حلوه، واحط عليها شويه ملح واسيبها تتسلق. تتسلق لحد ما تنعم معاكي كده ما شاء الله، وتلاقيها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هصفيها واسيبها، احطها في طبق واقطع عليها قرن فلفل وشويه ملح وكمون وفلفل اسمر، وهرسها جامد جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين هنا ولعت على الزيت احمر البطاطس. اول البطاطس ما تبتدي تتحمر، عشان طبعا البطاطس المهروسه دي تتاكل سخنه. لما البطاطس تبتدي تتحمر هعمل البطاطس المهروسه. وغسلت الجرجير من بدري ونقعيه، وهقلي قرن فلفل. غدا في منتهى الجمال. يبقى انا جبت الغدا بكام يا ولاد؟ 10 جنيه بطاطس، انا ما عملتهاش كلها. قولي طب 8 جنيه بطاطس وحطيت و2 جنيه حزمه جرجير و10 جنيه عيش. وكان عندي الفلفل، عندي وعندك الخير كله يا رب. هنا ما شاء الله حطيت الزيت ومعلقه الثوم وافضل اقلب فيها، والبطاطس قربت تطلع اهي. حطيت ورقه هنا اطلع عليها البطاطس، صفيها حلو وطلعيها، بس اهم حاجه امسكي الطاسه بايدك عشان لا قدر الله ما تفلتش عليكي. هنا حمرت التومه، ما غمقتهاش، صفرتها بس. ونزلت هنا زي ما انتم شايفين بالبطاطس كده. انا ما عنديش خل، لو عندي كنت حطيت معلقه خل تخليها في حته تانية، بس هي كده عسل عسل عسل. هنا خرمت الفلفل، اهم حاجه تخرميه وانت بتقليه عشان لا قدر الله بيطرش. انا نبهتك، الفيديو كله اسرار جميله، ويا رب تكملي للاخر. طلعته كده وهرش عليه رشه ملح. هنا غدانا على قد الايد. يا رب يعجبكم، لايك وشير ودعوه جميله بالخير.